لكن هناك تنويه سريع قبل أن أدخل في الإجابة المباشرة على السؤال، طبعا وهي بالتحديد قراءة سريعة لبيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم أمس. نحن نؤيد خطواته العملية كليا، بما في ذلك عملية تسليم السلطة وإلى ما ذلك والذي سيأتي في إجابتي على السؤال. وإن كنا نسجل بعضا من الاعتراض على ما جاء في بعض الرطوش في هذا البيان ومن خلال الإجابة على بعض الأسئلة الذي كان هناك فيها الكثير من المغالطات، منها عملية أن النظام السابق أو القائد معمر القذافي رحمه الله ساهم في تدمير الجيش، وهذا كلام منافي للحقيقة، لأن الجيش الليبي قاتل باستماتة طوال 8 أشهر، وهي أطول حرب في التاريخ البشري المعاصر ما بعد حرب فيتنام الذي استمرت لأكثر من 8 أشهر في وجه أقوى وأعتى حلف تاريخي. فبالتالي هذا جيش قوي، جيش حافظ عليه النظام، ولا أعتقد أن الجيش الذي يقوم بالعمليات العسكرية اليوم في طرابلس وبنغازي وغيرها من مدن ليبيا هو جيش حديث عمره 3 سنوات. فهذا هو جيش ليبيا الذي صرفت عليه ليبيا طوال العقود الماضية وأعدته. الدعوة إلى تسليم السلطة في البلاد إلى مجلس أعلى للقضاء، هل ستلقى نعم أي صدى أو استجابة؟ سأجيب. نعم. طبعا طلبت منك الإذن مسبقا. فيما يخص سؤالك سيدي الكريم، طبعا لا يوجد استجابة، فهذه تعتبر ثورة على هذا النظام، ثورة على المؤتمر المنتهي ولايته، ثورة على الحكومة التي تشكلت أو تمثلت بالفساد والإداري والمالي وغيرها، ثورة على الميليشيات التي تقتل وتعذب وترتكب المجازر في حق الليبيين. فبالتالي هذه لا تحتاج إلى استجابة، هذه تنتزع بالقوة. وأعتقد أنه إذا الجيش الليبي الذي يخوض المعارك اليوم قادر على تأمين هذه المدن، فهو سيسلم السلطة بقوة الجيش إلى المجلس الأعلى للقضاء ويدير المرحلة الانتقالية، ويشكل من بعدها حكومة وفاق وطني من كل التيارات. نعم، دعني أشرك في هذا النقاش الدكتور إسماعيل. نعم، دعني أشرك دكتور إسماعيل.